الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. فهذه بداية المجلس من مجالس قراءة وسماع كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى برواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. وهذه ليلة الأحد الرابع من شهر ذي القعدة عام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد المتصل قال: باب فضل العصر والصلاة بعد العصر. قال: أخبرنا مالك قال أخبرني الزهري عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر بن عبد الله في الركعتين بعد العصر. قال محمد: وبهذا نأخذ لا صلاة تطوع بعد العصر، وهو قول أبي حنيفة. قال: أخبرنا مالك قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: الذي تفوته العصر كأنما وتر أهله وماله. قال: باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان. قال: أخبرنا مالك قال أخبرني عمي أبو سهيل بن مالك عن أبيه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب إلى الصلاة يوم الجمعة ثم يرجع بعد الصلاة فنقيل قائلة الضحى. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا وهو مدهن متطيب إلا أن يكون محرما. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا الزهري عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان زاد النداء الثالث يوم الجمعة. قال محمد: وبهذا كله نأخذ، والنداء الثالث الذي زيد هو النداء الأول وهو قول أبي حنيفة. النداء الذي يزيد هو النداء الذي قبل الصلاة بوقت زاده عثمان رضي الله عنه في خلافته لتنبيه الناس في السوق. وهذا إذا أراد الناس أن يطبقوه على الوجه الصحيح يكون قبل الصلاة بوقت يكفي صاحب العمل أن يخرج من عمله فيغتسل فيلبس ملابسه ثم يذهب إلى الصلاة، وليس على الوجه الذي يطبق في بلادنا أن المؤذن يؤذن وبعدين الناس تصلي ركعتين وبعدين يؤذن أذان تاني. لا، هذا ليس سنة الخلفاء الراشدين، عشان ما حدش يعمل كده ويقول ده عثمان عمل كده. لا، عثمان ما عملش كده. لو عايز تعمل زي عثمان يبقى الأذان قبل الجمعة بساعة وبعد كده الأذان الذي عند المنبر. وما الأذان الثالث إيه هو ذكر هنا 3 صح؟ الأذان الإقامة. وبه إليه قال: باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت. قال: أخبرنا مالك قال حدثنا ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثر سورة الجمعة يوم الجمعة، فقال: كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. قال: أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك أنهم كانوا زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذن قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن وقام عمر سكتنا فلم يتكلم أحد منا. هذا الأثر مهم، فيه جواز الكلام والخطيب على المنبر طالما أنه لا يتكلم. إذن وجوب الاستماع أثناء كلام الخطيب، طالما أن الخطيب لا يتكلم يجوز الكلام. إذا جلس الاستراحة يجوز الكلام. إذن وجوب الاستماع حين تكلم الخطيب لا يتكلم، خلاص لا يجب عليه الصمت. حين الصحابي يقول إيه؟ فإذا سكت المؤذن وقام عمر سكتنا فلم يتكلم أحد منه. وبه إليه قال: أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري قال: خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو النضر عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب: إذا قام الإمام فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت والإمام يخطب. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم بن محمد رأى في قميصه دما والإمام على المنبر يوم الجمعة فنزع قميصه فوضعه. قال: باب صلاة العيدين وأمر الخطبة. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب فقال: إن هذين اليومين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، أحدهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون من لحوم نسوككم. قال: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع، فقد أذنت له. فقال: ثم شهدت العيد مع علي وعثمان محصور فصلى ثم انصرف فخطب. فيه أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم يسقط أحدهما الآخر، لا يجب فيهما إلا واحدة. يعني من صلى العيد له أن يترك الجمعة،
ومن لم يصلي العيد صارت الجمعة في حقه واجبة. وبه إليه قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة، وذكر أن أبا بكر وعمر كان يصنعان ذلك. قال محمد وبهذا نأخذ إنما رخص عثمان في الجمعة لأهل العالية لأنهم ليسوا من أهل مصر، وهو قول أبي حنيفة. قال باب صلاة التطوع قبل العيد أو بعده. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان لا يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يصلي قبل أن يغدو 4 ركعات. قال محمد لا صلاة قبل صلاة العيد وأما بعدها فإن شئت صليت وإن شئت لم تصلي، وهو قول أبي حنيفة. قال باب القراءة في صلاة العيدين. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى أو الفطر؟ قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال باب التكبير في العيدين. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى ب7 تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة ب5 تكبيرات قبل القراءة. قال محمد اختلف الناس في التكبير في العيدين فما أخذت به فهو حسن، وأفضل ذلك عندنا ما روي عن ابن مسعود أنه كان يكبر في كل عيد 9 5 و4 فيهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، ويوالي بين القراءتين ويؤخرها في الأولى ويقدمها في الثانية، وهو قول أبي حنيفة. قال باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم كثروا من القابلة ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة وكثروا فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم البارحة فلم يمنعني أن أخرج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان. قال أخبرنا مالك قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة عيناي تنامان ولا ينام قلبي. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه خرج مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر والله إني لأظنني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون فيها يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. قال محمد وبهذا كله نأخذ لا بأس بالصلاة في شهر رمضان أن يصلي الناس تطوعا بإمام لأن المسلمين قد أجمعوا على ذلك ورأوه حسنا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. هذا فيه قوة الإجماع وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فما رآه المسلمون يعني إجماع المسلمين، إذا أجمع المسلمون على أمر فهو حق بإذن الله عز وجل. لماذا؟ لأن المسلمين إذا اجتمعوا فيهم الطائفة المنصورة التي لا تزال على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني الحق لا يعدم في هذه الأمة، لا تزال طائفة متمسكة بالحق في كل الجهات. هذه الطائفة قد تتفرق في الأمصار، لكن مجموع الأمة يكون فيها الحق موجود إلى يوم القيامة إلى أن يشاء الله عز وجل. فإذا صار إجماع علمنا يقينا أن الحق موجود داخل هذا الإجماع. فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو قبيح. هذا لا يقال في طائفة معينة في قطر معين من الأمة، يعني لا يقال ما رآه المصريون حسنا فهو حسن وما رآه المصريون قبيحا فهو قبيح. هذا غير مقبول غير مستساغ. نحن نقول الطائفة المنصورة موجودة في الأمة. أين هي في الأمة نحن لا ندري، نحن نعرف أوصاف، هذه الأوصاف يبتعد الناس عنها ويقتربون على حسب بعدهم وقربهم من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن لن تزال موجودة في الأمة. أن نجزم أن الطائفة المنصورة هي في بلدة كذا أو في جماعة كذا أو لا، فرق بين أن نقول المنهج المنصور المنهج الحق ومنهج كذا، وبين أن نعين أشخاص قائمين بهذا المنهج ونقول هؤلاء هم الطائفة المنصور. هذا لا يسوغ أن نعين أشخاص ونقول فلان وفلان وفلان هم الطائفة المنصور، هذا لا يصح. وعليه
فلا يصح أن نقول أن أهل بلدة كذا رأوا الأمر الفلاني حسنا إذا هذا دليل على أنه حسن، أيضا هذا غير صحيح. إذا هذا يصدق في الإجماع ولا يصدق على غير الإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. سبيل المؤمنين هو الإجماع. أيضا هذه مرتبط بها مسألة، وهي مسألة مخالفة منهج السلف. لا يقال للرجل مخالفا لمنهج السلف إلا أن يكون مخالفا للإجماع. هذه قاعدة مهمة جدا في التعامل مع الخلاف ومع الناس. لا يجوز لك أن تتهم أحدا بأنه خالف منهج السلف إلا أن يكون خالف الإجماع. لكن لو خالف في مسألة خلافية اختلف فيها السلف فلا يقال فيه مخالف للسلف، لأن هذه كلمة تلقى الآن الكبير والصغير والقية. فلان هذا مخالف لمنهج السلف، فلان هذا ليس على مذهب أهل السنة، فلان حتى يستمر هذا الطعن إلى العلماء السابقين حتى إن بعضهم يطعن في أقوال لبعض الصحابة. عليك أولا أن تحرر. هناك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية فتوى في مجموع الفتاوى اسمها شرح حديث الافتراق. شرح حديث الافتراق. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. شيخ الإسلام شرح هذه المسألة ووضع ضوابط مهمة جدا في أن منهج السلف هو الإجماع. أما المسائل التي ليس فيها إجماع فمن خالف فيها فلا يقال فيه خالف منهج السلف. بعض الناس بيخلوا نفسهم أوصياء، كان مذهب السلف ده ايه يعني؟ هو مؤجره مثلا او هو اشتراه وخد عقد اخضر بيه، ففلان ده على منهج السلف وفلان ليس على منهج السلف. هذا الكلام هو اصلا لو قيل له حرر مصطلح منهج السلف، يعني كثير منهم لا يستطيع ان يحرر ما معنى منهج السلف، ما هو هذا المصطلح، من الذي يقال عنه انه خالف منهج السلف. هذه مسائل ضرورية في التعامل مع الخلاف. وبه إليه قال باب القنوت في صلاة الفجر. قال أخبرنا مالك عن نافع قال كان ابن عمر لا يقنط في الصبح. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. قال باب فضل صلاة الفجر في الجماعة وأمر ركعتي الفجر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي خثمة في صلاة الصبح، وأن عمر غدا إلى السوق وكان منزل سليمان بين السوق والمسجد، فمر عمر على أم سليمان الشفاء فقال لم أرى سليمان في الصبح، فقالت بات يصلي فغلبته عيناه، فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلي من أن أقوم ليلة. فقه عظيم للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، علم الصحابة ما كانوا دراويش، علم متين جدا. لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلي من أن أقوم ليلة. هو سأل فعلم أن السبب اللي منعه من صلاة الفريضة صلاة النافلة، فقال أن هذا لا يجوز، لا ينبغي، لا يصح. صلاة ركعتين الفريضة خير من قيام الليل كله. هذا الفارق الذي يكون بين طالب العلم المتقن وبين غيره، يستطيع أن يعرف الأولويات. في قصة جريج العابد مسألة عدم الموازنة بين الأولويات أدت إلى ابتلائه. أمي وصلاتي مش عارف يوازن، أعمل إيه؟ مش عارف، لأنه هو لم يتعلم، مع أن المسألة سهلة، إن النافلة لا تقدم على الفريضة، مش كده؟ بر الوالدين فريضة والنافلة دي نافلة، خلاص يبقى واجب عليه، إنه خصوصا أمه جايله من مسافة طويلة، لما ما عرفش يوازن بين دي ويقدم الأولويات ابتلي. واحنا شفنا في الواقع المعاصر بتاعنا الناس اللي ما عرفوش يقدموا الأولويات ويحطوا إيه مكان إيه، جروا البلاء على أنفسهم وعلى الأمة كلها. فعمر رضي الله عنه بيضع قاعدة الأولويات في فريضة، الفريضة خير من 1000 نافلة من كل النوافل، يعني لأن يؤدي العبد فريضة ويترك جميع النوافل أحب إليه من أن يأتي كل نافلة في الدنيا ويترك فريضة واحدة، أحب إلى الله عز وجل، لأن هذا نص الحديث وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا عمر يقول لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلي من أن أقوم ليلة. هنا التلمس متانة علم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لأن البعض يريد أن يصور أن الصحابة كانوا يعبدون الله عز وجل على غير بصيرة، كأنهم يقولون ذلك. يعني لما يقول لك مذهب السلف أحكم ومذهب الخلف أعلم، هو عايز يقول لك أن الخلف دول عندهم متانة في العلم وعندهم تفصيل وتدقيق للمسائل أكثر من السلف. لا، السلف كل كلمة للسلف منهج علم. تكلمنا قبل ذلك في قول أبي بكر رضي الله عنه إن كان قال فقد صدق، إنا لنصدقه في أمر السماء يأتيه في لحظة. يبقى ده منهج. الثلاث كلمات دول يتشرحوا في مجلدات كقوانين عقلية، أدلة فلسفية وغير ذلك. سيدنا أبو بكر صاغها متانة عقلية، متانة علمية، متانة شرعية عظيمة جدا. استدلال منطقي من أعلى ما يكون، اسمه استدلال برهاني. كل ده
عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر أخبره عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من صلاة الصبح وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال محمد وبهذا نأخذ الركعتان قبل صلاة الفجر يخففان. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع فقال ابن عمر ما شأنه؟ فقال نافع فقلت يفصل بين صلاته. قال ابن عمر وأي فصل أفضل من السلام؟ قال محمد وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبي حنيفة. قال باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه أم الفضل أنها سمعته يقرأ والمرسلات فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها آخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. قال محمد العامة على أن القراءة تخفف في صلاة المغرب يقرأ فيها بقصار المفصل ونرى أن هذا كان شيئا فترك أو لعله كان يقرأ بعض السورة ثم يركع. يعني هو يفسر أن الطور ليست من قصار المفصل والمرسلات ليست قصيرة، فكيف نجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب بقصار المفصل وبين أنه صلى بالطور وصلى بالمرسلات وفي رواية أخرى صلى بالأعراف؟ محمد بن الحسن يقول لعله كان يقرأ بعض الطور بعض المرسلات في المغرب بعض الأعراف ثم يركع صلى الله عليه وسلم، لأن المغرب السنة فيها التخفيف. والتوجيه الآخر يقول أن هذا كان شيئا فترك، يعني القراءة بالطويل في المغرب كان في بداية الأمر ثم استقر حال النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة في المغرب بقصار المفصل. وبه لي قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. أظن كاد هذا الإسناد أن يحفظ، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. الإسناد الثاني المقابل ليه مالك عن نافع عن ابن عمر. وبه إليه قال باب صلاة المغرب يوتر صلاة النهار. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال صلاة المغرب يوتر صلاة النهار. قال محمد وبهذا نأخذ وينبغي لمن جعل المغرب وتر صلاة النهار كما قال ابن عمر أن يكون وتر صلاة الليل مثلها لا يفصل بينهما بتسليم كما لا يفصل في المغرب بالتسليم وهو قول أبي حنيفة. قال باب الوتر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبي مرة أنه سأل أبا هريرة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قال فسكت ثم سأله فسكت ثم سأله فقال إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا؟ قال فأخبرني. قال إذا صليت العشاء صليت بعدها 5 ركعات ثم أنام فإن قمت من الليل صليت مثنى مثنى وإن أنا أصبحت على وتر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان ذات ليلة بمكة والسماء مغيمة فخشي الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بسجدة ثم صلى سجدتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. قال محمد وبقول أبي هريرة نأخذ لا نرى أن يشفع إلى الوتر بعد الفراغ من صلاة الوتر ولكنه يصلي بعد وتره ما أحب ولا ينقض وتره وهو قول أبي حنيفة. وبه لي قال باب الوتر على الدابة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو بكر بن عمر عن سعيد بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على راحلته. قال محمد قد جاء هذا الحديث وجاء غيره أحب إلينا أن يصلي على راحلته تطوعا ما بدا له فإذا بلغ الوتر نزل فأوتر على الأرض وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. أبو حنيفة يرى النزول من على الدابة في الوتر. لماذا؟ قلنا المرة الماضية لأنه يرى أن الوتر واجب. الأحناف يفرقون بين الواجب والفرض. ما الفرق عندهم بين الواجب والفرض؟ الفريضة ما ثبتت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. وبه إليه قال باب تأخير الوتر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه يقول إني لأوتر بعد الفجر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن مسعود أنه كان يقول لا أبالي لو أقيمت الصبح وأنا أوتر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الكريم بن أبي المخارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه رقد ثم استيقظ فقال لقادمه انظر ماذا صنع الناس وقد ذهب بصره فذهب ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عبادة بن الصامت كان يؤم قوما فخرج يوما للصبح فأقام المؤذن الصلاة فأسكته حتى أوتر ثم صلى بهم. قال محمد أحب إلينا أن يوتر قبل أن يطلع الفجر ولا يؤخره إلى طلوعه فإن طلع
قبل أن يوتر فليوتر ولا يتعمد ذلك، وهو قول أبي حنيفة. وبه إليه قال باب السلام في الوتر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يسلم في الوتر بين الركعة والركعتين حتى يأمر ببعض حاجته. قال محمد ولسنا نأخذ بهذا ولكننا نأخذ بقول عبد الله بن مسعود وابن عباس ولا نرى أن يسلم بينهما. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا أبو جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين صلاة العشاء إلى آخرة إلى صلاة الصبح 13 ركعة، 8 ركعات تطوعا و3 ركعات الوتر وركعتي الفجر. وبه إليه قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب أنه قال ما أحب أني تركت الوتر ب3 وأن لي حمر النعم. قال محمد أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال عبد الله بن مسعود الوتر 3 كثلاث المغرب. قال محمد حدثنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال الوتر 3 كصلاة المغرب. قال محمد أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عطاء قال ابن عباس الوتر كصلاة المغرب. قال محمد أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حسين بن إبراهيم عن ابن مسعود قال ما أجزأت ركعة واحدة قط. قال محمد أخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن أبي حمزة عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال أخبرنا عبد الله بن مسعود أهون ما يكون الوتر 3 ركعات. قال محمد أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر. يعني الانتصار للمذهب. شوف محمد بن الحسن جاب لنا حوالي 10 آثار عن الصحابة علشان يرجح مذهب أبي حنيفة. وبه إليه قال باب سجود القرآن. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة أن أبا هريرة قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وكان مالك بن أنس لا يرى فيها سجدة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب قرأ بهم النجم فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وكان مالك بن أنس لا يرى فيها سجدة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن رجل من أهل مصر أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين وقال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يسجد في الحج سجدتين. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه رآه يسجد في سورة الحج سجدتين. قال محمد قد روي هذا عن عمر وعن ابن عمر وكان ابن عباس لا يرى في سورة الحج إلا سجدة واحدة الأولى. وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. قال باب المار بين يدي المصلي. قال أخبرنا مالك قال حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر أن بصر بن سعيد أخبره أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم الأنصاري يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المر بين يدي المصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه في ذلك لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال أخبرنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن كعب أنه قال لو كان يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه في ذلك لكان أن يخسف به خيرا له. قال محمد يكره أن يمر الرجل بين يدي المصلي فإن أراد أن يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع ولا يقاتله فإن قاتله كان ما يدخل عليه في صلاته من مقاتلته إياه أشد عليه من أن يمر هذا بين يديه. ولا نعلم أحد رأى قتاله إلا ما روي عن أبي سعيد الخدري وليست العامة عليها ولكنها على ما وصفت لك وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه قال لا يقطع الصلاة شيء. قال محمد وبه نأخذ لا يقطع الصلاة شيء مما مر بين يدي المصلي وهو قول أبي حنيفة. قال باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. قال محمد هذا تطوع وهو حسن وليس بواجب. قال باب الانفتال في الصلاة. قال أخبرنا مالك قال أخبرني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أو ابن حبان أنه سمعه يحدث عن واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسندا ظهره إلى القبلة فلما قضيت صلاة انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر فقال ما منعك أن تنصرف عن يمينك قلت رأيتك وانصرفت إليك فقال عبد الله فإنك قد أصبت فإن قائلا يقول انصرف على يمينك
وإذا كنت تصلي فانصرف حيث أحببت على يمينك أو على يسارك. ويقول ناس إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله لقد رقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل بيت المقدس. قال محمد وبقول عبد الله بن عمر نأخذ ينصرف الرجل إذا سلم على أي شقه أحب، ولا بأس أن يستقبل بالخلاء من الغائط والبول بيت المقدس، إنما يكره أن يستقبل بذلك القبلة، وهو قول أبي حنيفة. قال باب صلاة المغمى عليه. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه أغمي عليه ثم أفاق فلم يقض الصلاة. قال محمد وبهذا نأخذ إذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة، فأما إذا أغمي عليه يوما وليلة أو أقل قضى صلاته. قال بلغنا عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه 4 صلوات ثم أفاق فقضى صلاته. قال أخبرنا بذلك أبو معشر المديني عن بعض أصحابه. قال باب صلاة المريض. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن عمر قال إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه. قال محمد وبهذا نأخذ ولا ينبغي له السجود على عود ولا شيء يرفعه إليه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وهو قول أبي حنيفة. قال باب النخامة في المسجد وما يكره من ذلك. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في قبلة المسجد فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. قال محمد ينبغي ألا يبصق تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولا عن يساره، وليبصق تحت رجله اليسرى. قال باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس به ما لم يصب الثوب من المني شيء، وهو قول أبي حنيفة. قال باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم رجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. قال وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال محمد وبهذا نأخذ في من أخطأ القبلة حتى صلى ركعة أو ركعتين ثم علم أنه يصلي إلى غير القبلة فلينحرف إلى القبلة فليصلي ما بقي ويعتد بما مضى، وهو قول أبي حنيفة. قال باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء. قال أخبرنا مالك قال حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم أن سليمان بن يسار أخبره أن عمر بن الخطاب صلى الصبح ثم ركب إلى الجرف فجاء بعدما طلعت الشمس فرأى في ثوبه احتلاما فقال لقد احتلمت وما شعرت، ولقد سلط علي الاحتلام منذ وليت أمر الناس. ثم غسل ما رأى في ثوبه ونضحه ثم اغتسل ثم قام فصلى الصبح بعدما طلعت الشمس. قال محمد وبهذا نأخذ ونرى أن من علم ذلك ممن صلى خلف عمر فعليه أن يعيد الصلاة كما أعادها عمر، لأن الإمام إذا فسدت صلاته فسدت صلاة من خلفه، وهو قول أبي حنيفة. قال باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه. قال أخبرنا مالك قال أخبرني ابن شهاب بن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال دخل زيد بن ثابت فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. قال محمد هذا يجزئ وأحب إلينا ألا يركع حتى يصل إلى الصف، وهو قول أبي حنيفة. قال محمد حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أن أبا بكرة ركع دون الصف ثم مشى حتى وصل الصف، فلما قضى صلاته ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. قال محمد هكذا نقول وهو يجزئ وأحب إلينا ألا يفعل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع مولى بن عمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. قال محمد وبهذا نأخذ تكره القراءة في الركوع والسجود، وهو قول أبي حنيفة. قال باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء. قال أخبرنا مالك قال أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة. قال أخبرنا مالك قال أخبرني أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في القبلة، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها والبيوت ليس فيها يومئذ مصابيح. قال محمد لا نرى بأسا بأن يصلي الرجل والمرأة نائمة أو قاعدة بين يديه أو إلى جنبه، أو أن تصلي إذا كانت تصلي في غير صلاته، إنما يكره أن تصلي إلى جنبه أو بين يديه وهما في صلاة واحدة، أو يصليان مع إمام واحد، فإن كانت كذلك فسدت صلاته، وهو قول أبي حنيفة. قال باب صلاة الخوف. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن
ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم سجدة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه سجدة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه سجدة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى سجدتين، ثم تقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم سجدة سجدة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا سجدتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، وكان مالك بن أنس لا يأخذ به. وبه إليه قال: باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان الناس يؤمرون أن يضع أحدهم يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. قال محمد: ينبغي للمصلي إذا قام في صلاته أن يضع باطن كفه اليمنى على رسغه اليسرى تحت السرة، ويرمي ببصره إلى موضع سجوده، وهو قول أبي حنيفة. قال: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نعيم بن عبد الله المجمر مولى عمر بن الخطاب أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره، وهو عبد الله بن زيد الذي أري النداء في النوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أبا مسعود أخبره قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس معنا في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد بن النعمان: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. قال محمد: كل هذا حسن. قال: باب الاستسقاء. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم المازني يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. قال محمد: أما أبو حنيفة فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ولا يفعل ذلك أحد إلا الإمام. هنا محمد بن الحسن يخالف إمامه أبا حنيفة في أمر صلاة الاستسقاء. وبه إليه قال: باب صلاة التطوع بعد الفريضة. قال: باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. قال: باب صلاة التطوع بعد الفريضة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد صلاة المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد حتى ينصرف فيسجد سجدتين. قال محمد: هذا تطوع وهو حسن، وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل صلاة الظهر 4 إذا زالت الشمس. فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال: إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة، فأحب أن يصعد لي فيها عمل. فقال: يا رسول الله أيفصل بينهن بسلام؟ فقال: لا. قال: أخبرنا بذلك بكير بن عامر البجلي عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري. قال: باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يسجد الرجل ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر. قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة إلا في خصلة واحدة: لا بأس بقراءة القرآن على غير طهر إلا أن يكون جنبا. قال: باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ذيلها فيعلق به قذر وما كره من ذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرني محمد بن عمارة أو ابن عمارة ابن عامر بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. قال محمد: لا بأس بذلك ما لم يعلق بالذيل قذر فيكون أكثر من
قدر الدرهم الكبير المثقال، فإذا كان كذلك فلا يصلين فيه حتى يغسله، وهو قول أبي حنيفة. قال باب فضل الجهاد. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القانت الذي لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. قال: باب ما يكون من الموت شهادة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: إذا مات. قالت ابنته: والله إني كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أوقع أجره على قدر نيته. وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة 7 سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. قال أخبرنا مالك قال حدثنا سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال: الشهداء 5: المبطون شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال: أبواب الجنائز. قال: باب المرأة تغسل زوجها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. قال محمد: وبهذا نأخذ لا بأس بأن تغسل المرأة زوجها إذا توفي، ولا غسل على من غسل الميت، ولا وضوء إلا أن يصيبه شيء من ذلك الماء فيغسله. قال: باب ما يكفن به الميت. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. قال محمد: وبهذا نأخذ الإزار يجعل لفافة مثل الثوب الآخر أحب إلينا من أن يؤزر، ولا يعجبنا أن ينقص الميت في كفنه من ثوبين إلا من ضرورة، وهو قول أبي حنيفة. قال: باب المشي بالجنائز والمشي معها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن أبا هريرة قال: أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدموه إليه أو شر تلقونه عن رقابكم. قال محمد: وبهذا نأخذ السرعة بها أحب إلينا من الإبطاء، وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وابن عمر. قال أخبرنا مالك قال حدثنا محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام جنازة زينب بنت جحش. قال محمد: المشي أمامها حسن والمشي خلفها أفضل، وهو قول أبي حنيفة. قال: باب الميت لا يتبع بنار بعد موته أو مجمرة في جنازته. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري أن أبا هريرة نهى أن يتبع بنار بعد موته أو بمجمرة في جنازته. قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. قال: باب القيام للجنازة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن واقد بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن معوذ بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعده. قال محمد: وبهذا نأخذ، لا نرى القيام للجنازة كان هذا شيئا فترك، وهو قول أبي حنيفة. قال: باب الصلاة على الميت والدعاء له. قال أخبرنا مالك قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف يصلى على الجنازة، فقال: أنا لعمر الله أخبرك، اتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت فحمدت الله وصليت على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قلت: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال محمد: وبهذا نأخذ لا قراءة على الجنازة، وهو قول أبي حنيفة.
قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا صلى على جنازة سلم حتى يسمع من يليه. قال محمد وبهذا نأخذ يسلم عن يمينه ويساره ويسمع من يليه وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بالصلاة على الجنازة في تينك الساعتين ما لم تطلع الشمس أو تتغير الشمس بصفرة للمغيب وهو قول أبي حنيفة. قال باب الصلاة على الجنازة في المسجد. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه قال ما صلي على عمر إلا في المسجد. قال محمد لا يصلى على جنازة في المسجد. وكذلك بلغنا عن أبي هريرة موضع الجنائز بالمدينة خارج من المسجد وهو الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة فيه. قال باب الرجل يحمل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال محمد وبهذا نأخذ لا وضوء على من حمل جنازة ولا على من حنط ميتا أو كفنه أو غسله وهو قول أبي حنيفة. قال باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء. قال باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا يصلي الرجل على جنازة إلا وهو طاهر. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي أن يصلي على الجنازة إلا طاهر. قال فإن فاجأته وهو على غير طهور تيمم وصلى عليها وهو قول أبي حنيفة. قال باب الصلاة على الميت بعدما يدفن. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فأذنوني بها. قال فأتي بجنازتها ليلا فكرهوا أن يؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم آمركم أن تؤذنوني؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا أو نوقظك. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها فصلى عليها فكبر 4 تكبيرات. قال محمد وبهذا نأخذ التكبير على الجنازة 4 تكبيرات ولا ينبغي أن يصلى على جنازة قد صلي عليها. وليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كغيره. ألا يرى أنه صلى على النجاشي بالمدينة وقد مات بالحبشة فصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة وطهور وليست كغيرها من الصلوات وهو قول أبي حنيفة. قال باب ما روي أن الميت يعذب ببكاء الحي. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال لا تبكوا على موتاكم فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة يغفر الله لابن عمر أما إنه لم يكذب ولكنه قد نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة يبكى عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. قال محمد وبقول عائشة نأخذ وهو قول أبي حنيفة. قال باب القبر يتخذ مسجدا أو يصلى إليه أو يتوسد. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال أخبرنا مالك قال بلغني أن علي بن أبي طالب كان يتوسد عليها ويضطجع عليها. قال بشر يعني القبور. هذه نهاية المجلس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.